السلام عليكم احبائي. اليوم نشوفوا مع بعض وصفه سهله وسريعه، يعني تحضر في وقفه. الوصفه تاع اليوم هي مقرقشات ولا مقرقشات، كل واحد كيف يسميوها، ولا خشخاش. هي طريقه يعني ماشي تختلف على الطريقه التقليديه، ولكن تجي مورقه ورائعه جدا، يعني مقرمشه ومورقه كما يلزم، وتجي فيها يعني لي بول كما راكم تلاحظوا. وطريقه يعني فيها واحد لاستيوس سهل. مقادير بسيطة جدا كما العادة، كما عودتكم دائما ندير لكم هنا، نعبر لكم غير بالفنجان. هنا واش عندي 3 فناجل تاع فرينة، نص فنجان تاع زبدة دايبة ولا سمن دايب، ملعقة صغيرة من الملح، ونلموهم بفنجان خلط بين الزهر والماء. هذه هي. حكموا العجينه تاعي، يعني انا ما خليتهاش ترتاح، تقدروا تخليوها ترتاح ربع ساعه، ولا ترشوا البلون دو طرافاي تاعكم بالنشاء، تطرحوها كما هكا، يعني على واحد لي 2 مليمتر با بلوس، يعني ماشي رقيقه، ماشي تكون شفافه، وفي نفس الوقت ايضا ما تكونش خشينه، يعني ماشي كما الكسره. هذه واحد لي 2 مليمتر كما راكم تلاحظوا. ومن بعد فوق السطح، يعني ابخي ما نطرحوها فوق السطح، نحطوا نرشوا عليها يعني جينيروزمون النشاء بهذيك الطريقه كما راح تصير. ومن بعد نبداو نروليو ونديرو ان بودان. في الاول برك، يعني كي نبداو نروليو لي بودان تاعنا، يعني نحاولوا نزيروا على الدورات. هذه هي. ونقطعوها حوالي 2 سنتيمتر. في الاخير كما لاحظتوا حطيت شويه ماء باش تلصق لي ما تحليش في المقلاة. ومن بعد نشوفوا، لاحظوا يعني الصوره معبره على طريقه سهله جدا. قطعوها على حوالي 2 سنتيمتر، ونديروهم صغار، يعني كما هكا نحاولوا نطموهم من الفوق باش نتحصلوا، باش ما تحلنش، باش نتحصلوا على الشكل تاع المقرقشات. من بعد كي نكملوا يعني ونديروهم كامل نقطعوهم، ومن بعد يعني نضغطوا عليهم بالاصابع، نوليو بالكراس نزيدوا نعاودوا نطرحوهم. كما ما نطرحوهمش كبار، يعني رقاق بزاف كما العاده، نطرحوهم حوالي بعد واحد 4 مليمتر، يعني 3 مليمتر 4 مليمتر، باش يجيونا يعني خشان شويه. هذه هي طريقة نقليوهم على نار متوسطة، يعني الزيت نحطوه يسخن مليح على نار متوسطة، يوصل لدرجة يعني الحرارة. ومن بعد نحطو بالحبة، كي تطلع الحبة نبداو نصبو عليها فوقها الزيت. وهذه هي النتيجة، لاحظوا جيدا، يعني رائعة جدا. يمكنكم هنا تعسلوها وتحطوا جوج دانية. أنا اكتفيت بها هكا، وإلى الملتقى.